بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير المشلتت، فطير جميل كده وحلو وخفيف وهيبقى لذيذ قوي وهيبقى جميل قوي معاكم. يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون حلوة وخفيفة. بحب أشكر جميع حبايبي اللي بيكتبوا لي تعليقات بصراحة إيجابية جدا جدا، وبتعجبني وبتديني طاقة إيجابية، يعني بتخليني لو أنا خلاص أحبطت أو مش عايزة أكمل في اليوتيوب بقوم أعمل، يعني بعمل حاجة وأنا بحبها، بعمل حاجة بحب نفسي أفيدكم واستفاد منكم برضو. يعني انتوا بتفيدوني ان انا لو عملت حاجة بتبقى حلوة وبحسها كده ان هي كويسة معاكم، يعني بتبقى عجباكم. هنعمل النهارده الفطير. يعني انا لو قعدت اشكر فيكم من هنا لبكره والله ما هيكفيكم، وبجد جميلكم ده هيفضل على راسي لحد ان شاء الله ما اكبر بيكم، وانتوا اللي هتكبروني وانتوا اللي هتخلوني اسعد واحده في الدنيا، ان انا احس ان انا بعمل حاجه مفيده، ويكون المحتوى بتاعي يكون عاجب حبايبي كلهم، ان انا بعمل حاجة يعني بتفيد. وان شاء الله نعمل كل حاجة بتفيدكم وهنستفيد برضك. يعني بني ادم ما بيتعلمش اي حاجة ببلاش، بنتعلم كلنا كده. اهم حاجة، اول حاجة نعملها هو حب ربنا وحب حبايبي كلهم وحب الناس. حب الناس ده كنز، يعني ربنا يديهولنا، يحبب فينا خلقه ويجعلنا من الناس اللي بتفيد ونستفيد برضو، ونبقى بنقدم حاجة محتوى يكون هادف او صادق. ان شاء الله يا رب المحتوى بتاعي يكون هادف معاكم، واحس ان انا بعمل حاجة مفيدة وتعجب حبايبنا كلهم. النهاردة هنعمل الفطير. عجينة الفطير سهلة جدا، يعني مش هتحتاجي غير مية ودقيق. معايا 2 كيلو من الدقيق، هحتاج لهم حوالي لتر او لتر وشوية من المية، بس كده على حسب نوع الدقيق يا حبايبي. ما ترتبطوش يعني بكمية المية اللي انا بقول بيها. في دقيق بيحتاج مية او بيحتاج سوائل اكتر من التانية، ممكن الدقيق بتاعي انا محتاجش سوائل كتير، فانا اقولك على مقدار السوائل بتاعتي ما تبقاش نفس النتيجة. انا عجنت الفطير بايديا، ما عنديش عجان. حبايبنا بقى اللي عندهم عجانات ده بقى يا ربنا يديهم الصحة، يحطوا بقى في العجان ويعجنوا بقى براحتهم. يعني عجينة الفطير بتاخد لت كتير، يعني اهم حاجة في العجينة ان انت تلتي فيها كتير. تمام. عندك العجان هيسهل عليكي كتير. هتحط المية والدقيق، والمية تحطها بالتدريج، ما تحطهاش نوبة واحدة، وهو يعجن بقى كده مع نفسه، وتسيبيه حوالي 10 دقايق ربع ساعة كده يعجن فيها بايديكي. تلت ساعة لو تقدري، نص ساعة مش هيقولك لأ. اهم حاجة ان انت تتلتي فيه كتير عشان يديكي عرق شديد، عشان وانت بتفردي يسهل معاكي في الفرد، ما يبقاش يتقطع منك. لو اتقطع منك بقى يبقى ده عيب من الدقيق. يعني انا بقول لكم على الايجابيات وعلى السلبيات اللي انت ممكن تقابليها في الفطير. انا وانا بفرد حسيت ان هو العرق بتاع الدقيق بتاعي مش شديد شويه، فانا عرفت نوعيه الدقيق ديت مش تبقى كويسه في الفطير. تاني مره ما اجربش منه، اجرب نوع احسن او حاجه اضمن ان هي تكون كويسه. تمام. انا بقطع الفطير ده ازاي؟ او انت هتعمل ال2 كيلو دي دول كام فطيره يا دعاء؟ هعملهم 4 فطيرات. انا عامله ال2 كيلو وحوالي ما يكملش ربع كيلو دقيق. هعمل الربع كيلو دول او كوبايه الدقيق التانية دي هعملهم فطيرتين صغيرين دول لابني، عايز فطير صغير، فانا هعمل له، حطيت شويه دقيق تانيين زياده على ال2 كيلو، هعملهم فطيرتين صغيرين لابني. يعني انا هقول لكم مقادير الاتنين كيلو عملوا معايا كام فطيرة، 4 فطيرات بالظبط. تمام يا حبايبي. عملت كورت كورة كبيرة وعليهم 12 كورة صغيرين. لو انت بقى مبتدئة في البيت، حسيتي ان انت هتعملي الفطير ده بره او هيكلفك في الافران، او جنبك واحدة بتعمل فطير وهيبقى غالي عليكي او هيكلفك، اعمليه في البيت والله هيبقى زي الفل. اي حاجة انت بتعمليها من تحت ايدك هتبقى جميلة. انا بشاور لكم بعدلكم اللي انا عملته 4 فطيرات، وكل فطيرة تحت منها او اقل منها 12 واحدة صغيرين، يعني كرة كبيرة و12 واحدة صغيرين. والفطيرتين الصغيرين اللي انا هعملهم لابني يعني كرة كبيرة هفردها. يعني مش هفردها بقى زي ما انا هفرد الفطير الكبير، هوريكم الفرد بتاعي يا حبايبي. انا معايا بقى الايدين بتاعي او المادة الدهنية اللي انت هتفردي بها بايه يا دعاء؟ هفرد المادة الدهنية بتاعتي هتبقى زبدة وزيت وشوية سمنة.
سمنة انا مسيحاها برضو، يعني السمنة بلدي مش سمنة نباتي. انا بحب الفطير يكون بالسمنة البلدي. انت بقى حابة انت مع يعني او استطاعتك مش سمن بلدي، ممكن تعملي بالزيت، بس يكون زيت ريحته كويسة، يعني زيت يكون نظيف. ما عندكيش زيت نظيف، يعني حاولي تجيبي حتى لو ريحة سمنة بلدي، يعني يظبط معاكي الريحة بتاعتك، او يخلي ريحة الفطير بتاعك كويس. يعني الفطير بجد ما بيستهلكش ايدام كتير، يعني ممكن ابسط حاجة او اقل حاجة ممكن تستعمليها في ال2 كيلو، ممكن يحتاج معاكي نص كيلو او كيلو الا ربع، مش هيحتاج اكتر من كده والله. ولو احتاج، لو انت بتحبي بقى السمن كتير ممكن كيلو. تمام، لل2 كيلو دقيق. تمام كده. انا بفرد كده الكرة الكبيرة، فردتها على الرخامة بتاعتي. لو انت بقى عندك ترابيزة، عندك صينية، تفردي على الصينية مفيش مشكلة، ما تقفيش على حاجة. عندك طبلية، اقعدي وافردي على الطبلية، جميلة جدا. هنفردها كده على الرخامة ونحط كده على بعض. حطيت الكرة الكبيرة تحت، وهفرد ال12 واحدة الصغيرين كلهم فوق بعضهم. تمام كده. تمام. وانت بتفردي كده بالراحة من جوه لبره، واهم حاجة الاحراف تفرديها كويس علشان ما تبقاش ناشفة معاكي او تبقى معضمة معاكي كده. تمام حبايبنا بقى، ممكن بقى يعني تفردي بقى الفطير ده بقى كده على طبلية كبيرة، او تعملي الفطيرة الواحدة. كنا زمان بقى ايام بقى ما كنا صغيرين، او كانت امي الله ربنا يديها الصحة كانت تجيب الفطير وتعمل كميات كبيرة، ما شاء الله كنا بنعمل كميات كبيرة، يعني 5 6 فطورات 7، كميات كتير. ويبقى وناكل ويعني وندي حبايبنا كلهم. كان بيبقى يوم الفطير ده بيبقى يوم كبير. وكنا نجيب طبلية كبيرة، كنا مسمينها طبلية العيلة. كنا بنجيب الطبلية الكبيرة ديت ونفرد عليها الفطير. كانت الفطيرة الواحدة كانت تعمل لها يعني اكتر من كيلو ونص دقيق بس. فشوفي بقى ما تحط له بقى مقدار المية، كانت تعمل لها 2 كيلو من العجين، او 2 كيلو كنا نفرد بقى على الطبلية مع بعض، ونفرد ويا بعض كده الكميات لحد ما شاء الله تبقى نازلة على الطبلية كده من جميع النواحي. دلوقتي بقى وفرنا على نفسنا، وفرنا على روحنا، وقعدنا بنقطعه قطع صغيرة كده ونفرد على الرخامة او الترابيزة زي ما احنا هنعمل. تمام كده يا حبايبي، بنفرد بقى زي ما انتوا شايفين كده كمية الفطير بتاعتي كده. لو انتوا شايفينه بقى بيتقطع مني، ده عيب من الدقيق. زي ما انا قلت لكم الدقيق يعني العجينة بتاعتك يبقى عيب، يا من العجين انت ما عجنتيش فيه كويس، يا اما من الدقيق ملوش عرق. لو انت ما عجنتيش كويس يبقى انت عارفة ان عجينك هو اللت بتاعك اللي انت ما عجنتيش فيه كويس، ما عملش العرق بتاع الدقيق. لو انت عجنتي وعملتي كل حاجة للدقيق، او انت طلعتي كل حاجة عندك في الدقيق، خلاص يبقى ده عيب من الدقيق نفسه ان هو مش كويس. تمام كده. انا عملت في اول واحدة يعني فردتها على بعضها 12 كورة، والكورة الكبيرة كانوا 13 كورة. فردتهم وبعد ما خلصتها لميت الاحراف لتحت علشان يبقى شكل الفطيرة بتاعي يبقى حلو. بعد ما ترتاح خالص هنفردها لحد ما نملى الصينية بيها، وهوريكم الحتة ديت في الاخر بعد ما الفطير بتاعي يرتاح. هعمل بقى الفطيرة التانية ديت يعني بشكل تاني، يعني ممكن تعمليها كده تطبقيها زي الظرف، تفردي فيها لحد ما تتفرد معاكي خالص، وتطبقيها زي الظرف. بعد ما تطبق زي الظرف تروحي حاطه الكرة التانية، تفردي كرة تانية وتروحي حاطه التطبيقة الأولانية في قلب التانية اللي انت فردتيها زي ما انا هوريكم دلوقتي هتشوفوها. فردناها كده كويس. افردي وحطي بقى الكرة التانية. شايفين العجينة بجد كانت تعباني، لان لقيت الدقيق ملوش عرق كويس. ف يلا بقى حصل خير، بس الفطير بصراحة كان طعمه حلو وكان كويس، وانا عملت معاه يعني بصراحة تعبني قوي في الفرد. اهم حاجة انت بقى يعني تجيبي نوعية دقيق تكون كويسة علشان تبقى تظبط معاكي في الفرد وانت بتفرديه. انا طبعا بقول لكم الحاجات دي ليه؟ عشان نبقى عارفين ان
في مصداقية بينا وبين بعضنا. في حاجة قابلتني مش كويسة هقولها لكم، حتى لو هي طلعت معايا مش حلوة او نتيجتها مش قد كده، هقول لكم على النتيجة الصح. لو انتم بقى حسيتوا ان انا مثلا بقول اي حاجة او كلام مش مصدقينه، اسألوا من ناس تانيين. في ناس بقى يعني خبرة برضك في الحاجات ديت، هيقولوا لكم ان في العجينة او الفطير بالذات بيحتاج نوعية دقيق كويسة جدا. يعني انا مثلا بحب ان انا اعمل فطير عند فطاطري او حد معين بيعمل لي فطير، بيقول لي ما تجيبش الدقيق، انا عارف نوعية دقيق كويسة فانا بفرد بيه او ان انا بعجن بيه. لو انت بقى عملتي بقى الدقيق بتاعك او انت مثلا ضامنه الدقيق كويس، هاتيه كويس واعملي بيه، بس النتيجه بتاعتك انت. كل الفطاطرية او كل المخابز بيعملوا عارفين نوعية الدقيق، ما بيسمحوش باي دقيق يخش لهم من بره، علشان عارفين ان الحاجة بتاعتهم بتبقى طالعة من تحت ايدهم شكلها ايه. فلما بيفرد العجين بتاعه او بيعمل باي معجنات بيبقى عارف نوعية الدقيق. مثلا عملتي كحك، عملتي بسكوت، عملتي فطير، عملت اي حاجة في اي مخبز، بيبقى يقولك هاتي اي طلبات من بره ما عدا الدقيق بتاعي انا عارف نوعية الدقيق كويسة فبعمل بيه. فانتي لما تيجي تشتري بقى الدقيق تقولي دقيق متعدد الاستخدامات، دقيق كحك او بسكوت، فهتلاقيه معاكي كويس او مضمون. فانا بقى يعني حسيت ان انا اتغشيت في الدقيق ده، فخلاص بقى حصل خير، وهنعمله بقى المرة الجاية ان شاء الله بالدقيق الصح والدقيق الكويس. فده يعني مش معنى ان الفطير بتاعي ما طلعش كويس، لا والله كان جميل، وكل اللي اكل منه شكر فيه، ويجعله بألف هنا الكل كل منه. عملت كده الفطيرة التانية ما شاء الله، عملته في ثواني، ما خدش مني وقت خالص. كده شكل الفطير بتاعي، انا خلصت الفطير كله، كمية الفطير بتاعتي كلها خلصت. وعملت الفطيرتين الصغيرين لابني حبيبي ربنا يخليهولي، ودي القشطة بتاعتي اللي هفرد بيه. ممكن قشطة ممكن زبدة لو انت بقى ما عندكيش قشطة. كده تمام. نفرد بقى اول فطيرة احنا عملناها، تلاقيها ارتاحت معاكي وبتفرد نفسها خالص، مش محتاجة اي حاجة. بعد ما بفردها كده، وانا بفرد بحط القشطة بتاعتي. ممكن بقى ما عندوش قشطة يجيب يعني في حاجات عند اللبان بتبقى يعني كريمة لباني، وتجيبيها وتفردي بها كده. يعني الموجود عندك تعملي بيه، ما فيش ده ولا ده، هي حتة سمنة من على الوش وخلاص. لا بس القشطة بتديها لون كويس وبتبقى طعمها كويس. افردي كده من جوه لبره، واهم حاجة تفردي كويس الطرف لحد ما تلاقي الفطيرة بتاعتك اتفردت معاكي في الصينية. ممكن بقى لو انتي حسيتي بقى ان الصينية تبقى كبيرة، ما تفرديش الفطيرة ب... ب... يعني بالقطر الصينية او بوسع الصينية. ممكن تعمليها يعني لحد ما تحس ان الفطيرة بتاعتك ما تبقاش رفيعة قوي عشان ما تنشفش. لو انتي عملت الفطيرة وحسيتي ان هي كبرت معاكي هتنشف، فحاولي ان هي تبقى محملة شوية او مليانة شوية، عشان الفطيرة بتاعتي تبقى من جوه ما تبقاش ناشفة وتبقى طرية. شايفين بقى؟ اهم حاجة قبل التسوية تكوني مسخنة الفرن كويس. الفرن كويس يعني تكوني معلية من الوش ومن القعر، عشان الفرن بتاعي يبقى حامي. اول ما تدخلي العجين بتاعك او الفطير بتاعك تحسي ان هو يعني سخن، ما ينشفش معاكي ويقزز. لان لو انت حطيتي الفطير والفرن بارد هينشف معاكي ومش هيبقى كويس. شايفين الفرن من تحت وفوق ما شاء الله سخن جدا، وما قعدش معاكي، ما قعدش معايا وقت طويل ما شاء الله. شايفين الفطير شكله ولونه حلو يفتح النفس بصراحة. يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون حلوة وبسيطة وخفيفة على قلوبكم. انا هفتح لكم الفطيرة دلوقتي وهوريكم التوريقة في قلبها بجد، يعني توريقة جميلة جدا، مع ان الفطير كان سخن جدا. انا بقطع لكم منه وهو كان سخن، والله ما كنت قادرة امسكه ولا قادرة استحمله. ودي الفطيرة بتاعتي ابن الصغنططة، بفتحها برضو. شايفين التسوية بقى من فوق ومن تحت جميلة جدا وما شاء الله شكله حلو. يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون بسيطة وخفيفة على قلوبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. ويا رب اللي جاي يكون احسن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.